اختي خد يا فوز. الولية نازلة معاك بمايوه أصفر، تطلعها بمايوه أزرق، يعني تيجي إزاي؟ لا دي النيله الصوت يا عم كان ازرق. ازيك ياض يا إبراهيم؟ ناجي باشا هطلع. ازيك يا باشا؟ وحشني. إيه هتحضني وأنت مبلول؟ من فرحتي ده انا مش مصدق عينيا. يلا غير هدومك وتعالى لي، أنا مستنيك في اللومة. حمامه فين ايامك يا باشا؟ انما سيادتك ما قلتليش احنا هنبدا امتى يا باشا؟ نبدأ إيه؟ نبدا التمرين. كل حاجة هتعرفوها في الوقت المناسب. نعرفها. هو في حد غيري يا باشا؟ أيوه. الباشا الكبير وعم الشباب كلها، والله انت منور شرم. حسام المصري. ابراهيم. ايه يا راجل والنبي النطه اللي انت نطيتها في الاولمبياد دي؟ ده انت كان شكلك عبيط قوي. بعد اذنك يا باشا انا ماشي. استنى حسام. يا باشا انا ما اقعدش مع الاشكال دي في مكان واحد، الواد ده لسانه طويل وعليا النعمه هضربه، وانا لحد دلوقتي عامل اعتبار لوجود سيادتك. شوف يا باشا احنا ما بنتشطرش غير على بعض. انت كنت تشطر على الواد الامريكاني اللي خد منك الميداليه. والله يا باشا لو تشوف منظره وهو بيتضحك على الارض تفطس على روحك من الضحك، ده انا كنت هموت. يا ده هتغاب عليك يلا. ايه ده انت هتضربني ولا ايه؟ اخرس يا كلب انت وهو، هتضربوا بعض قدامي؟ اقعد يا ابراهيم. خدامك يا باشا. اقعد يا حسام. اقعد. هقعد فيكوا واحد واحد، احنا في فصل هنا ولا ايه؟ بدايه منيله بنيله زي وشكوا. انا الحق عليا لو فكرت اعتمد على عيال هبل زيكم. اعتمد يا باشا عليا وانت مغمض، انا سداد. الشغلانه اللي انا عايزكم فيها دي عايز رجاله. طالما الشغلانه عايزه رجاله يا باشا، هيما هيعمل معانا ايه؟ شوف يا باشا، شوف هو اللي بيجر الشكل ازاي وانا قاعد ساكت. لا انا راجل قوي يا بتاع الاولمبياد، واسال شرم كلها على ابراهيم العزقلاني، ده بيجوا بالطلب. ولو عايز تشوف الرجوله اوريها لك. توريني ايه يا دي اهبل؟ انت ناسي اخر مره رنك علقه ما موت. انت عشان خدتني على اخوانا، بس لو راجل لراجل وش لوش، والمصحف اللي علم عليه. اخرس يا كلب انت وهو، محدش يتكلم فيكم. انا بس اللي اتكلم هنا. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. There he is. Go and get him. لا مؤاخذه يا باشا، قطعنا كلام سيادتك. ايه بقى يا باشا الشغلانه اللي حضرتك عاوزنا فيها بالظبط؟ أول حاجة لازم تعرفوها، الشغلانة دي ممنوع فيها الأسئلة تماماً. مفهوم؟ مفهوم يا باشا، بس ايه بقى هي الشغلانه نفسها اللي ممنوع فيها الاسئله؟ هتفضل طول عمرك غبي، يعني الباشا بيقول لك ممنوع الاسئله برضه بتساله؟ مش هتقدم استقالتك من الأوتيل قبل ما نمشي؟ اقدم استقالتي؟ ما هي اتقدمت واتقبلت يا باشا. اظن بعد اللي حصل ده مش هتمسكوا بيا قوي. وانا في رايي يعني عشان نبدا الشغل على طول احنا ناخدها اسح كده لغايه بره حالا، والا هنلاقي امن الاوتيل كله فوق دماغنا. ماشي يا باشا؟ يلا يا ابو الكباتن وريني جمال نطتك. احنا في الباركينج يا باشا. بعد اذنك يا باشا. يا استاذ، يا استاذ، هم راحوا فين؟ نعم. هم راحوا فين اللي كانوا بيتخانقوا هنا؟ في 3 نايمين هنا، ما حدش يصحيهم. لا انا بتكلم على الاثنين التانيين، ابراهيم والواد اللي كان معاه. حسام. ايوه حسام وابراهيم. مالهم؟ راحوا فين؟ في الزمالك، عاملين شغل زي الفل. السلام عليكم. انت مش خريج اداب قسم عبري يا ابراهيم؟ ايوه يا باشا. طالع الاول على الدفعه بامتياز. طيب ما تعينتش معيد ليه؟
عشان في شومه واحده زميلته في الكافيتيريا يا باشا. انت مالك؟ انت ايه اللي دخلك؟ الباشا بيسالني انا. هيكون ليه يا باشا؟ الوسايط عينوا الخامس والسادس والسابع، ولاد الاساتذه. ولاد الاساتذه ولاد الاساتذه. انت كنت عايز تتعين معيد يا ابراهيم؟ عاوز الحق يا باشا، قلت احسن ان جت منهم. وايه حكايه الطالبه اللي ظبطوها معاك في الكافيتيريا دي؟ دي عالم من نفسنا يا باشا، جواها سواد وغل بعيد عنك. دي بقى ضريبه النجاح اللي بيقولوا عليها. ضريبه نجاح يا فاشل. يد نزل في الجورنال وعليها صوره قد كده يا باشا مكتوب تحتيها فضيحه ابراهيم العزقلاني. يا باشا انا ما اعرفهاش، البت كانت قاعده في الكافيتيريا وداخل ومفيش غير انا وهي، اسيبها تفيص؟ قعدت ادلك لها رقبتها واعمل لها تنفس صناعي، فجاه راحوا داخلين عليا واخديني على امن الكليه. لعبه ومعموله عليا يا باشا. وانت تنافس صناعي يا ابراهيم. هو مش موضوع غاوي، بس حضرتك حط نفسك مكاني. لو لقيت واحده بتموت قدامك وفي ايدك تنقذها، هتسيبها تموت يا باشا؟ اكيد هتعمل لها تنفس صناعي. والنظام ده لو فطس هتعمل له تنفس صناعي برضه؟ لا دي تغور في 60 داهيه. ده انا لو عملت لها تنفس صناعي نفس انا اللي اتقطع. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, go last one. اوكي انا شايف تحسن، بس احنا ماشيين ببطء شويه. كان ممكن نعمل شغل احسن من كده. بص، انت اهم حاجه تاكل بغباء وتشيل حديده تقيله وتفرج على نفسك بقى. قول لي، انت بتاكل لحمه قد ايه؟ كيلو في اليوم. كم؟ كيلو. وده بقى مستورد ولا بلدي؟ انا عارف، هو اللي بيتحط قدام البذيح. لا، طالما كده بقى الف هنا والشفا، ومطرح ما يسري يمري ابو كباتي. يلا كمل يا ونش. بص بقى، انا هسيبك شويه 5 دقايق كده وارجع لك على طول. اوكي. ماشي. يا باشا سعادتك تؤمر. سعادتك بس ابعتولي في الجيم هنا لمدة أسبوعين، وأنا هرجعهولك بطل العالم في كمال الأجسام. مش هتعرفوا سعادتك خالص. الله يخليك. على فكرة يا باشا، أنا ما بقبلش عندي أي حد في الجيم، كل اللي عندي ولاد ناس كبار، ناس بشوات زي حضرتك يعني. الله يخليك يا باشا، مع السلامة. يا تهامي في ايه؟ كنت عايز سلفة رؤوف بيه. سلفة؟ يا ابني انت لسه واخد الراتب بتاعك مالكش 3 4 ايام، لحقت صرفته؟ ايوه، دول 800 جنيه. 800 جنيه هيعملوا ايه؟ انا باكل لحمه بس في الشهر ب1000 جنيه. وتاكل لحمه ليه؟ ما الناس كلها مقاطعه اللحمه. ايه؟ ما بتقراش جرايد؟ ما بتشوفش تلفزيون؟ مع احترامي لحضرتك، الدنيا كلها تقطع اللحمه الا انا لو عملت كده هبوظ اللي بقالي سنين بعمله وجسمي هيروح. وانت تاكل لحمه غاليه ام90 جنيه ليه؟ ما في لحمه صومالي ولحمه اثيوبي، وفي لحمه كمان مجمده ورخيصه جدا وكويسه. ان شاء الله تكون لحمه حمير. هو انا اعترضت يا رؤوف بيه؟ اسمع يا تهامي، انت تكيف حالك على الراتب اللي بتاخده وتمشي امورك على كده. بعدين انا هحل لك مشكله اللحمه ازاي؟ اذا كانت الدوله نفسها مش عارفه تحل مشكله اللحمه، احلها لك انا؟ تهامي ارجع لشغلك، انا مش فاضي. انت بتعيطي ليه دلوقتي بس يا نوس؟ ما انت كمان بتعيط اهو. لا، هو في راجل بيعيط؟ وبعدين انا عايزك تجمدي. برودة اسود قد الدنيا وبتعيط ازاي؟ انا مش قادره اتصور ان انا عايشه من غيرك يا حبيبي. اهو نصيبنا بقى يا نوسة، هنعمل ايه؟ ابوك وامك عندهم حق. اذا انا مش قادر اكفي نفسي، هكفيك انت ازاي؟ وهفتح بيت منين؟ بص يا حبيبي،
انا مستعده استحمل اي حاجه. هسيب الدنيا كلها علشانك، بس ما تسيبنيش يا تهامي. حتى دي كمان يا نوسه ما نقدرش نعملها. ابوك وامك ما عملوش حاجه وحشه معايا، انا اللي قصرت. صحيح غصب عني، انما هم ذنبهم ايه؟ اهلك عايزين يطمنوا عليك يا نوسه، وده حقهم. يا تهامي انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عايز تسيبني بعد كل ده؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ حتى الدبله يا نوسه كنت انت اللي جايباها على حسابك. انا ما استاهلكيش، انا انسان فاشل. ناجي باشا، ناجي باشا، عايزك يا تهامي. والمصحف ما مصدق عليا يا باشا، مش مصدق عليا. بلاش غلبه وتعالى ورايا. حاضر يا باشا. وحياتك هات لنا 2 كيلو كمان، عشان الظهر دول مش هيكفونا. ربنا يخليك لينا يا باشا. انت قلت لي بتاخد مرتب 800 جنيه؟ ايوه يا باشا. يعني انت بتقبض مرتبك اول الشهر يا دوب تنزل تفطر وخلصت. ايوه يا باشا. طب يا دي انت مش انا مديلك نمره تليفوني وقلت لك لو تعوز حاجه بكلمني؟ بصراحه اتكسفت يا باشا. انت بتشيل كام كيلو دلوقتي يا تهامي؟ 185 كيلو يا باشا. بس انا اعرف ان انت كنت بتعدي ال 200 كيلو. زي ما انت شايف يا باشا، صحتي ما بقتش زي زمان، وكل مدى في النازل. انا تعبان يا باشا. مروها انت. كل يا تهامي. تهامي انا عايزك تسيب الشغلانه بتاعت الجيم اللي مش جايبه تمنها دي. انت هتشتغل معايا. انا خدامك يا باشا. تاخد نيفه؟ انا بس مش عايز اكلفك يا باشا. يعني هي جت على النيفه؟ 2 كيلو نيفه تاني وحياتك. كل يا تهاني كل. انا عايزك بقى بعد ما تاكل تحكي لي على كل مشاكلك. ولما انت بتنيل وبتحبها قوي بترمي لها الدبله في وشها ليه وتسيبها؟ انت حمار يالا. ما كانش قدامي حل تاني غير كده. ما كنتش عايز اربط مستقبلها بواحد فاشل ملوش مستقبل زي حالاتي. ده انت كئيب. هي ابوها بيشتغل ايه؟ في السيرك. بيشتغل ايه في السيرك؟ مروض اسود. ايه؟ مروض اسود. مروض اسود، يسعى مرة منك يروح لسعى كرباك يكومك. وهي بتشتغل ايه؟ مروضة اسود. يا نهار اسود، ده انت هتتلسع من كل حتة. اسمها ايه؟ نوسة يا باشا. نوسة. البنت دي خطيبتك وهتجوزها في اقل من شهر. بجد؟ يا ريت يا باشا. بس لازم نصلح الاول الهباب اللي انت هببته ده. نصلحه، بس ازاي يا باشا؟ ناجي عطله عميد سابق في الجيش وملحق في الخارجيه سابقا برضه. اهلا يا فندم. اهلا بيك. اتفضل سعادتك. اتفضل حضرتك. اتفضل اتفضل. ايه يا واد مالك واقف زلابه كده ليه؟ اقعد اقعد يا تهامي، اقعد ما تتكسفش. اقعد. شوف يا ابو نوسه، الواد ده بيحب نوسه ونوسه بتحبه، واحنا جايين عشان نحط النقط فوق الحروف. بس يا ناجي بيه الحب مش كفايه. ما انا عارف، ما هو اصل مش معقول كمان الواد ده يتقدم كده فرضاني لبنات الناس من غير ما يرجع لي، ما انا زي ابوه، انا اللي مربيه. ما هو اصلا ناجي يا باشا. اخرس خالص. اخرس. ايوه يا ابو موسى.
شوف يا ناجي بيه، توامل لما دخل من الباب وطلب البنت قلنا له اهلا وسهلا، وقال انه هيعمل وهيسوي، ولا عمل ولا سوى، وفي الاخر كمان عايز يقعد البنت من شغلها، يعني لا عايز يرحم ولا يسيب رحمه ربنا تنزل. كلمني انا يا ابو موسى، سيبك منه، ده وضع عبيط اهبل. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. شقته موجوده في عمارات العبور، انا عملت له تنازل عنها، يعني دلوقتي الشقه باسمه. ربنا ما يحرمني منك. يخلص خالص. ودي الشبكه يا ابو موسى. المهر بقى ادونا فرصه شهر، يعني شهر مش اكتر، وهندفع لكم اللي انتوا عايزينه. عدانا العيب. مش مساله فلوس والله يا ناجي بيه. ما انا عارف بس الحاجات دي اصلها لازم تتحط لها حدود عشان كل واحد يبقى مرتاح. ها؟ وانا ما اقدرش ارد لك كلمه، كفايه دخلتك علينا وتشريفك لينا. نقرا الفاتحه؟ نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. وحضرتك مش ده اسد برضه؟ يا سلطان تعالى يا سلطان. تعالى يا سلطان. تعالى يا سلطان ازاي؟ الله يخرب بيتك يا تهاني. الباب منين؟ مش عارف. الباب منين؟ اهو ده عمره ما هيفلح. انا قلت لك مش دي خامس شغلانه نجيبها له وبرضه ما بيعمرش فيها. معلش يا سيد، مصيره يتعلم. هيتعلم امتى؟ ده انا وانا في سنه كنت بدرس وبشتغل مندوب مبيعات، رجليا دابت من لف على المحلات، وده عايز يقعد باشا والفلوس تجيله لحد عنده. والنبي ما تنكد عليه، هو جاي نفسه مكسوره ومتضايق وزهقان خلقه، قول له كلمتين يريحوه ويشجعوه، ده انت اللي مربيه، ده ابنك. لو كان ابني كنت كسرت رقبته وطلعته راجل صح. اسمع يا عم سيد، انا مش جاي اطلب منك حاجه، انا جاي اسلم على ماما وماشي. تمشي تروح فين؟ انت ليك بيت تاني غير هنا؟ ولا ناوي تسيع في الشوارع عشان ندور نلف عليك في الاقسام؟ ما تشيلش همي، انا لقيت شغل تاني، ولعلمك انا ماشي بمزاجي، محدش طردني. لقيت شغل تاني؟ على طول كده؟ انت بتشتغلني؟ من كتر الشغل ما مقطع بعضه في البلد. يوه. معلش يا ابراهيم، عمك خايف عليك يا حبيبي، ما تزعلش منه. انا مش زعلان منه يا ماما، ما انا عارف ان الراجل ده هو اللي رباني وصرف عليا لحد ما خلصت جامعه، وجمايله دي يا ستي فوق راسي، وانا قريب قوي هرد له كل اللي عمله معايا. حد يقول كده يا ابراهيم؟ مش ده عمك اللي مربيك، يعني في مقام ابوك؟ لا يا ماما، انا مفيش حد في مقام ابويا، انا طول عمري عايش في البيت ده وحاسس ان انا ضيف. انا مش عايزك تقلقي عليا، انا خلاص كبرت وعارف انا بعمل ايه. طب يا حبيبي روح راضيه بكلمتين، يا واد ده حارق نفسه عشانك، واحد غيره يقول وانا مالي. يلا حبيبي ربنا يكرمك. حاضر. صلى على النبي يا عم سيد. عليه افضل الصلاه والسلام. والنعمه الشريفه ما تقلق عليا، انا كويس قوي وعارف انا بعمل ايه. انا ما صدقت يا ابراهيم انهم قالوا لي انك ماشي كويس في الشغل. قمت تتخانق وتسيب الشغل يا ابراهيم؟ هو انا هسيب الشغل ده الا لو قدامي شغل تاني احسن منه مليون مره. انا مش عاوزك تقلق، انا مرتب اموري كويس. والشغل التاني ده بقى فين ان شاء الله؟ مع ناجي بيه عطله، راجل 10 على 10، كان القائد بتاعي، بس هو دلوقتي طلع على المعاش وشغال في البيزنس، والراجل عاوزني معاه، ده جالي لحد شرم بنفسه. وايه بقى البيزنس اللي بيشتغل فيه ناجي بيه عطله ده؟ هو احنا لسه ما اتكلمناش، بس متهيألي كده استيراد وتصدير. واتفقتوا على المرتب؟ هو احنا لسه ما اتكلمناش، بس متهيألي كده مرتب كويس وفي عموله كمان. وهتبتدوا امتى الشغل ده يا ابراهيم؟ هو احنا لسه ما اتكلمناش، بس متهيألي كده قريب. يعني ايه لسه ما اتكلمناش ومتهيألي يا ابراهيم؟ حد يسيب شغلانه مضمونه في ايده ويجري ورا حاجه في علم الغيب؟ ما احنا لسه ما اتكلمناش. الله. خلاص بقى يا عم سيد، ده ناجي بيه عطله ده راجل مضمون اكتر من الجنيه الدهب، ما تقلقش انت. محدش سأل عليا. ايوه يا فندم، جمال بيسأل على حضرتك ومستني حضرتك في الكوفي شوب. شكرا.
بذمتك مش حاجه تضحك يا جمال باشا؟ يعني انت تطلعوك من الشغل ويحققوا معاك عشان ما رضيتش تسلم على الاسرائيليين وتحط ايدك في ايديهم، وانا يطلعوني من الشغل عشان قربت من الاسرائيليين وصاحبتهم. طب هم عايزين ايه؟ بس انا بيني وبينك مش زعلان ان انا خرجت من الخدمه، بالعكس انا حاسس ان انا عملت اللي انا مقتنع بيه، وبنام نوم عميق جدا، وحاسس كده ان انا محترم نفسي. طب وناوي تعمل ايه؟ هتشتغل فين؟ في قناه فضائيه خاصه كلموني عشان اقدم لهم برنامج تلفزيوني، وانا بفكر. بتفكر ليه؟ انا اسمع انهم بيدفعوا كويس. ايوه انا عارف، بس عشان مختلفين على السقف بس. سقف؟ هو الاستوديو من غير سقف؟ طب وهتعملوا ايه لو المطره نزلت؟ مطرة ايه بس يا ناجي بيه؟ احنا مختلفين على سقف الحريه. سقف الحريه. السلام عليكم. اهلا سراج باشا الكاتب الكبير. ازيك يا ناجي باشا؟ ازيك؟ ازيك سراج؟ ازيك يا استاذ جمال؟ والله ليك وحشه يا ناجي باشا. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انا جاي اقابل جمال بيه. يبقى انت بقى اللي هتعدله البرنامج بتاعه. ما الصحفيين دلوقتي سابوا الجرايد وجريوا على التلفزيون، فلوسه حلوه. والله انا ما سبت الجرايد يا سيدي، الجرايد هي اللي سابتني. ايه ده؟ انت سبت الجورنال؟ نقابة الصحفيين اكتشفت فجأة إني بروح إسرائيل بقالي 20 سنة، مع إني بنشر كل التحقيقات اللي بعملها في الجورنال باسمي وصورتي ومن تل أبيب. واحد طلع في قناة فضائية قعد يشتمني ويهاجمني، راحوا محوليني للتحقيق وبقت قضية. يعني احنا الثلاثة مرفوضين وكل واحد لسبب غير التاني. الباشا عشان وطني وبيشتمه، وانا عشان قربت منهم وصاحبتهم، وانت عشان قعدت معاهم وكتبت عنهم. الله، الظاهر اسرائيل دي باين عليها نحس ولا ايه؟ والله صحيح. ما قلتليش يا ناجي بيه، حضرتك لما كلمتني في التليفون قلت لي انك عايزني في حاجه مهمه قوي. خير، اؤمر. لا بس كنت عايز اسالك، انت تعرف المستشار الطبي بتاعنا في المانيا؟ لا ما اعرفوش، بس اعرف المستشار الاعلامي، ده دفعتي وصاحبي جدا. طب كويس قوي، يبقى هو ممكن يكلمهن. بخصوص ايه؟ وده احنا يا عم كلمنا لك المستشار الطبي، وهو حجز لك عند الدكتور الالماني، وان شاء الله بعد شهر العمليه هتكون معموله. ناجي باشا سيادتك بتتكلم بجد؟ وانا من امتى كنت بهزر يا ده انت؟ ربنا يخليك ليا، انا مش عارف اقول لك ايه. انت مالك كده؟ ده حاجات بيني وبين ابوك. لكن مصاريف العمليه كتير قوي يا ناجي بيه، مين اللي هيدفعها؟ احنا دفعنا عربون 10% عشان جديه الحجز، وان شاء الله لما الشهر يعدي ويجي ميعاد العمليه يحلها الف حلال. لا 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 يا ناجي بيه، ده كتير قوي، وهنرد لك منين ده كله؟ ومين قال لك ان انا هدفع حاجه من جيبي؟ الله، امال مين اللي هيدفع؟ ابنك هو اللي هيدفع، ربنا يخليه لك، ابنك وهو اولى. انا اللي هدفع باشا، انا على الحديده. انت مش بتشتغل معايا يا واد انت؟ ولا احنا ما اتفقناش على كده؟ يا باشا اتفقنا، بس شغلانه ايه اللي هجيب نص مليون جنيه في شهر؟ في شغلانات كتير بيجيب اكتر من كده، المهم الواحد يركز في الشغل. ولا ايه يا ابو الكباتن؟ ما تفهم بقى يا حسام يا ابني، ناجي بيه متعاطف معانا وعايز يساعدنا، لكن عشان راجل محترم مش عايز يحسسنا بكده. لا يا ابو الكباتن، حسام ليه شغل معايا. حسام هو جدع وراجل ويعتمد عليه. طب هو ما قالكش هو عاوزني في ايه؟ لا هو ما قالش اي حاجه خالص يا باشمهندس، بس الظاهر عليه رتبه كبيره قوي، ده ماشي وراه حراسه. يا نهار اسود. لا يكون اخويا كريم مسكوك بمظاهره وبعتين لي حد من امن الدوله. لا دول مش امن دوله. وانت ايش عرفك؟ ايش عرفك؟ اصل هم ما بيروحوش لحد، امن الدوله لما بتعوز حد بيبعتوا بيجيبوه لحد عندهم. معقول برضه. ربنا يستر، انا من الصبح على عين الشمال بترف. المهندس زاهر عبد الحميد الفر. ايوه.
وصل يا باشا. ازيك يا زاهر؟ مش ممكن. ناجي باشا، والله العظيم ليك وحشه. الشركه نورت، الشركه كلها نورت. رد على الباشا كويس. الباشا بيقول لك ازيك تقول له الله يسلم سعادتك. الباشا ما بيحبش اللوكلوك. الجواب على قد السؤال. ماشي 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 ماشي. الواد ده هيتعبنا. اتعامل يا باشا. تتعامل ايه؟ انت بتتلكك؟ ازيك يا زاهر؟ الحمد لله يا سعاده الباشا، الحمد لله. انا والله قضيت الخدمه العسكريه وخدت شهاده الاعفاء. خلاص يا فندم، خدتها زي ما سعادتك عارف. وبعدين يا فندم انا اتبعت لي 3 مرات استدعاء، 3 مرات رحت، ال3 مرات ما اتخلفتش ولا مره. حتى في مره انا رحت لوحدي بقى المره الرابعه، قلت يمكن يكونوا محتاجيني يعني ولا حاجه. وبعدين ادي شهاده الضرايب حضرتك، والشهاده معايا اهيت، وبطاقه الرقم القومي، كل حاجه. بياناته كلها مظبوطه يا باشا. ده زاهر. انت بتاخد كام يا زاهر؟ 2000 جنيه يا باشا، وادي حضرتك معايا مفردات المرتب بيهم اهو. وال 2000 جنيه دول بتاخدهم صافي؟ لا طبعا يا باشا، يعني حق الدوله انا هاكله عليها. انا بدفع 40% ضريبه. لا هم مش عاملين الضرايب 20% على ما اعرف يعني. اهو ده تضارب في الاقوال يا باشا. هتبدا ملاوعه؟ هتبدا ملاوعه؟ لا هيتعبني يا باشا. انا بدفع 40% عشان ابقى في السيف سايد، وبعدين يعني هو اللي عند الحكومه هيروح، دي حصانه. يعني انت بتحوش عند الحكومه كويس قوي. ايوه يا باشا، انا كمان بدفع تامينات وبدفع معونه شتاء، وهدفع كمان الضريبه العقاريه اللي هيعملوها على الشقه دي. ابويا كان جايب لنا شقه في الستينات ب6 جنيه ونص، هم قدروها ب3 مليون. كويس قوي. يعني انت مرتبك بيصفصف على كام دلوقتي؟ 460 جنيه يا باشا. 460 جنيه لمهندس عبقري بتاع كمبيوتر زيك؟ ده انت ما شاء الله بتخش على النت بتجيب رقم الكريدت كارد بتاع اي راجل غني، تشتري اللي انت عايزه وتنك خارج، ولا من شاف ولا من دري. مش كده يا زاهر؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك والنبي يا باشا. انا بطلت الحكايه دي خالص من زمان لما سمعت انها حرام. طب اسمع يا زاهر، انا عاوزك. تحت امرك يا باشا. انا عاوزك في الشغل. انا جاي لك عشان تشتغل معانا يا باشا. انا ده شرف ليا، بس الحقيقه انا هنا لسه بعقد وما اتثبتش، فحضرتك بس لو تصبر عليا شويه. ده بقى اللوك اللي انا ما احبوش. هو حضرتك هتفتح شركه كمبيوتر يا فندم؟ انا هفتح بس مش شركه كمبيوتر. امال شركه ايه؟ مالكش دعوه، انت ما تسالش. يا ولاد، مش انتوا بتشتغلوا معايا؟ ايوه يا باشا. عمركم سالتوا على الشغل؟ ولا نقدر نسال سيادتك، دي اسرار عسكريه. يا باشا. لو حضرتك قلت لي ارمي نفسك في البحر يا ابراهيم هرمي نفسي على طول. يا اخويا، ما انت ما هتصدق، ما انت غاوي سمك بياض وقراميط. باشا ارد عليه؟ اخرس خالص. حاضر. يلا تعالى معانا يا زاهر. احنا الظاهر مش هنعرف نتكلم هنا، هنروح ناكل لقمه في حته نعرف نتكلم فيها براحتنا. ها؟ ربنا يعز بقدرك يا باشا، يجعله عامر. انت واقف متنح كده ليه؟ يلا هاتوا. يا سيدي عليا النعمه يا باشا، ان نفسي اتفتحت للشغل معاك. طول عمري بعوم جنب الجمبري ومش طايله بايدي. طول عمرك معفن ودني. انا لو الباشا هيشغلني معاه فول وطعميه برضه هشتغل. يا حبيبي حنين قوي. يا متر فندم. عندكم لحمه ولا انتوا مقطعينها؟ موجود يا فندم. طب اعمل الافندي ده 2 كيلو لحمه مشويين. اصل هو ما بيحبش الازازه، بيحب الهبر. حاضر يا فندم. ايه يا زياد ما بتاكلش ليه؟ لا يا فندم، انا مش همد ايدي على الاكل قبل حضرتك يعني. لا انا مش هاكل. انا جايبكم عشان اتكلم معاكم وانتوا بتاكلوا، بس عايزكم تفتحوا مخكم معايا وتركزوا كويس في الكلام اللي انا هقوله. لا طالما الموضوع محتاج تركيز بعد اذنك بقى يا باشا. يا متر والنبي واحد استاكوزا جامبو الله يخليك. ايوه الكبيره دي. ماشي، ربنا ما يحرمنا منك يا باشا. دلوقتي الموضوع اللي انا عايز اكلم ايه يا دكتور؟ انت جننت؟ بقول لك ركز معايا. ما انا مركز يا باشا. ده جروب كان عندي في شرم من فتره يعني. دول اسرائيليين. ايه يا باشا؟ انت هتفضحنا ولا ايه؟ ما تخلي الطبق مسطور. ده سواح جلد قوي. ده انا مره خدتهم وغطست بيهم تحت الميه وقعدت افرجهم على الشعب المرجانيه مرجانه مرجانه لما اتقطع نفسي. في الاخر قعدوا يلموا من بعض وادوني $5.
عالم جلده. جلدة ايه وزفت ايه؟ انت بني ادم، انت ما عندكش دم. واخد الاسرائيليين تفسحهم تحت الميه يا خاين يا عديم الوطنيه يا عميل. الله الله الله. او اللي زي ده يا باشا لازم يتشنق في ميدان عام. اكل العيش اعمل ايه يعني؟ الله. وليه ما تعتبرش اللي انا عملته ده عمل وطني يا اللي مشرف مصر انت؟ لما اطلع من جيبهم $5 ابقى انا الكسبان. ولا انت ايه رايك يا باشا؟ انت ايه رايك يا زاهر؟ لا والله انا ناجي بيه بحب. معلش ممكن ارد على التليفون؟ ايوه كريم. ايه؟ مالك؟ اسمي ايه؟ ليه؟ طب اهدى انا هاجي. معلش انا اجيب ايه؟ اخويا اتمسك في الاسم ولازم اروح له. انا جاي معاك. طبعا انتوا قاعدين. احنا مستنيينك يا باشا، الاسم ورانا مش بعيد. اي خدمه يا باشا، انت بس سيادتك تدينا رنه هتلاقينا قدام سعادتك على طول. انا جاي معاك يا باشا. خليك انت عسام، انا هروح معاه وهنيجي على طول، ما حدش يتنقل من هنا. حنين قوي. اطفح. ناجي عطا الله، عميد سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجيه. اهلا ناجي باشا، اتفضل. خير؟ هما الاولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ عاملين مظاهرات قدام الجامعه بيطالبوا بصوت اسرائيل وحرقوا العلم الاسرائيلي. انا بسال حضرتك، مسكتوهم ليه وقبضتوا عليهم ليه؟ ما انا قلت لسيادتك. الله، ما المساله دي بتحصل كل يوم، المساله بقت عاديه جدا. ما شعبان عبد الرحيم بقى له 10 سنين بيقول الكلام ده، محدش قرب له. ودول شباب متحمس، دول اطفال. لا احنا مش اطفال وعارفين كويس احنا بنعمل ايه. اخرس يالا. بس يا عم كريم. واخوك ده يا زاهر؟ بس يا كريم احنا ناقصينك. انا قصدي اقول يا فندم ان دول شباب متحمس، واللي حصل ده ان دل على شيء فانما يدل على مناخ الحريه والديمقراطيه اللي بتعيشها الامه في ازهى عصورها، وعلى احتواء الشرطه للمتظاهرين بطريقه حانيه وديعه، زي الام بالظبط ما بتاخد ولادها تحت جناحها. بقول لك ايه، انا كلمتي على رقبتي، الكلمه اللي انا اقولها بنفذها احسن من اي نادي موجود. هو بقى لو ما وافقش انا ليا تصرف تاني. ايه؟ هضطر اجيب ميسي. ميسي استاذ رئيس قسم، استاذ. شكرا. ايه بقى؟ تحب تاكل ايه بقى؟ على ما اشوف. مساء الخير يا عبد اللطيف بيه. شفت الدنيا صغيره ازاي؟ مين ده؟ ده كابتن حسام المصري بتاع ايه؟ بتاع الوثب الطويل. اللي انت عملت العمليه لابوه يا رجل البر والتقوى. بعت لي شويه صيع عشان يستفردوا بيا ويضربوني. طب انا بقى هعلمك ايه هو الوثب الطويل. يا نهار اسود، يا نهار اسود، العودة. يلا يا اخويا يلا. اسمعني انا بقى اللي خرجوني. انا لا يمكن اخرج واسيب زمايلي جوه، احنا دخلنا مع بعض ولازم نخرج مع بعض. ايه يا ابني؟ انا بقى لي ساعه جوه القسم بقول مرافعه عشان اطلعك. الله، بتهمك. معلش انا اجيب حقك عليا انا. كريم اخويا اصله متحمس قوي وبيكره اسرائيل كره العمى. انت عندك كام سنه يا كريم؟ 21 سنه. ولحقت تكرهها امتى؟ انت لا حضرت نكسه ولا حرب ولا سلام، انت جيت بعد كده. انا مولود كده يا ناجي بيه. بعد اذنك. خد يا كريم. يا كريم استنى يا ابني. انت موقفك ايه؟ لا انا عمري لا مشيت في مظاهره ولا شلت يفط وزعقت. طب يلا احسن العيال زمان مش هيطبقوا على الاكل، نلحق لنا اي حاجه. يلا اتفضل يا نجيب. هو في ايه؟ ما نعرفش يا باشا. فجأة ترابيزتين نزلوا في بعض ضرب وصريخ وطاخ وتيخ، والأجانب بقى يجروا ويصوتوا
كان في 3 شباب مؤدبين كده، منهم واحد طويل وبعضل كده، تعرفش راحوا فين؟ هم تبعك؟ لا لا لا، ولا اعرفهم، انا بس بسال يعني. جه البوليس خدهم اداهم الاسم. اسم ايه؟ اسم الهرم. ناجي عطا الله، عميد سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجيه. في ايه تاني يا ناجي بيه؟ اتفضل. هما الاولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ دول عيال صيع وهيترموا في الحجز عشان يتعرضوا على النيابه الصبح. دول شباب متحمس، دول اطفال. اطفال دول. اللي بيحصل ده ان دل على شيء انما يدل على مناخ الحريه والديمقراطيه اللي بتعيشها الامه في ازهى عصورها، وعلى احتواء الشرطه للجيل الجديد بصوره حانيه وديعه، زي الام بالظبط ما بتحط ولادها تحت جناحاتها.